لما يكون المانجا يا جماعة أرخص من الطماطم والبطاطس لازم إن احنا نعمل التورتة العظمة دي. تورتة سهلة وبسيطة جدا، في طاجن واحد، مش هيكلفك أي حاجة ولا مواعين ولا وش ولا أي حاجة. هتعملي أحلى تورتاية تفرحي أولادك وبيتك بيها، تنفع لأعياد الميلاد، تنفع لأي حاجة. حابة إن انت تحلي آخر النهار كده ويطري على قلبك بشوية مانجا حلوين. طبعا المانجا دلوقتي يا جماعة ما يتذكرش سعرها ايه، 20 جنيه. دي اقل من الطماطم والبطاطس يا جماعة. تعالوا بينا اقول لكم الانبهار والجمال والطعامة والحلاوة دي عملناها ازاي. سهلة بسيطة وجدا. وعلشان اقول لكم كمان يا حبايب قلبي وما طولش على حضراتكم، الكيكة عاملاها بالمانجا وهنزل لكم الطريقة بتاعتها الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوني. هنا بسم الله جبت معايا شربات مانجا. خدت حبة مانجا وحطيتها على النار في شوية مية وشوية سكر، خليتهم غلوا زي ما شايفين حضراتكم. سقيت بيهم اول طبقة من الكيكة. وجبت كريم شانتيه، طبعا احنا عاملينه على القناة كذا مرة قبل كده. والبودنج ده انا عملته يا حبايب قلبي، فرمت معايا مانجتين بالهند وحطيت عليهم شوية سكر وخليتهم غلوا شوية على النار. تمام قوي زي المربى كده، بحطهم بين الطبقات، بين كل طبقة وطبقة بسقي، وبحط الكريمة وبحط البودنج ده وبخليها يعني ما شاء الله عليها طرية وجميلة جدا. هنا بقى بقلب اخر قاع الكيكة زي ما شفت حضراتكم علشان يديني الشكل الألمس من فوق ويبقى شكلها ظريف وحلو. هسيح بقى اخر شوية كريم شانتيه. ده كريم شانتيه طبعا يا حبايبي عاملاه بمية بدون لبن وبدون اي حاجة، بتجيبيه من عند العطار بدون سكر وبتضربيه بمية ساقعة. عملناه قبل كده كذا مرة. هنا عملت روزيتات بسيطة وجبت شوية مانجا معايا. هو كيلو مانجا هيص الليلة كلها. خرطت معايا شوية مانجا كده حلوين، بس لازم تجيبيها يا اما زبدية يا اما صديقة علشان يبقى فيها لحم كده وحلوة. زي ما شفت حضراتكم قطعتها كده وسويتها كده بالمعلقة، فرقتها كده او وزعتها على وش التورته. ما شاء الله الكمية كانت حلوة جدا. وجبت شوية كريس كده بسيط كان عندي، قطعته عطيته بس جانش كده بسيط للتزيين. زي ما شايفين حضراتكم بألف هنا وشفا على قلبكم. سهلة وبسيطة جدا للمبتدئين اللي مش عارفين يعملوا تورت، او بمعنى اصح لسه خايفين ان هم يعملوا تورت كده لوحدهم. فهي سهلة بسيطة جدا، بتحطيها في نفس الطاجن بلا مواعين بلا غلبة، وبتعملي التورته بتاعتك يعني باسهل طريقه لتزيين للمبتدئين التورت. يا رب الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. لو متابعيني لحد دلوقتي ما تبخلوش عليا باللايك والشير ومتابعه حلوه للقناه والكومنت الحلو الظريف اللي بيخليني اخد طاقه علشان اقدم لكم كل جديد وفريد من مطبخ ياسمين الاكلات العصريه. ودعوه حلوه في ظهر الغيب لاختكم في الله. زي ما شايفين حضراتكم ما شاء الله عليها من جمالها، ما كنتش قادره اوقف اكل فيها. طعمها بجد حكايه يا جماعه. تنفع قدام ضيوفك، هتشرفك جدا. تنفع للمناسبات، اعياد ميلاد، حابه ان انت تطري على قلبك كده يوم جمعه وانت قاعده مع الاولاد، اعمليها. سهله وبسيطه جدا، هتعجب الاولاد وهتعجب ضيوفك. وطعمها ما اقولكيش، مش هتكلفك اكتر من 100 جنيه لو فكرت تجيبيها من بره. هتعدي ال 500 جنيه يا جماعه من غير مبالغه. بجد رخيصه وسهله وبسيطه وجميله جدا، وبحاجات امكانيات بسيطه جدا في كل بيت، مش هتكلفك حاجه. والتورته كمان لما تتعمل بالكيكه بتاعه المانجا بجد يا جماعه بتبقى يعني بتاخدك في حته تانية. هنزل لكم ان شاء الله الفيديو بتاع الكيكه، بس اتمنى يبقى فيه تفاعل على الفيديو ده علشان تقدروا اللي انتوا بتشوفوه ده في 5 دقايق. احنا بنقعد ساعات طويله بنصور ونمنتج وننزل فيه. فبالله عليكم رجاء قدروا تعبنا ومجهودنا، ودعوه حلوه في ظهر الغيب وتقولوا لي متابعيني من بلد ايه. ويا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. بحبكم في الله، مع السلامه.